انا عايز اكلم حد كده. اشوف وريني. لا ده حد كان شاهد على كده. ارتباطك. ارتباطي انا؟ اه في عيب كده الحلقه بتاع النهارده معانا 2 وليد، واحد متكلف وواحد لبس ونزل. ايوه. ليه لبست ونزلت يا وليد؟ اوكي. عشان ما انت عايزني معاك. كلمنا عن الجاكيت. بص، خد وقتك. الجاكيت ده انا عمري في حياتي ما جبت زيه ولا هجيب. اه كارهه من قلبي والله. والله انا اللي كارهه. بس مراتي بتلبسه لي عافيه وانا ما ليه اقدرش بقى؟ اتكلم عشان انا لسه عريس جديد. بس انت اول ما دخلت قلت لي وليد انجز عشان الجاكيت انا لابسه الجاكيت بقالي. حررني وعايز اروح. يعني ايه انجز عشان الجاكيت؟ وانا ممكن اقول في الحلقه ان انت مقعدني بره ساعتين. قول ما انا ممكن اشيلها في المونتاج. طب حلو. جود بوينت. وليد انت من شويه كنت بتشرب ميه والمخرج زعق وقال لك دار الميه دي؟ تشرب الميه. عارف رجلي معزه زي دي. اصل افرض الناس عرفت انك بتشرب ميه. مأساة. يقولوا انا عليك معودهم إيه؟ على العصير. دي بادجت. عصير بادجت ميه لا. النيوتريشنست بتاعي قال لي نبدا من اولها بقى. خلينا كده ايه، اي كلمه انجليزي هتقولها هتقولي بتقولها ليه وانت منين. انت عارف انا العربي بتاعي شويه ضعيف. العربي بتاعي انا از لايك كنت بره مصر فتره طويله. اه اول ما اتقابلنا احنا كنا اتقابلنا في بره مصر. اه كانت في الكويت، اي نعم، في منطقه اسمها حوالي. بيتكلموا عربي بس يعني لا، اصل النيوتريشنست هقول لك ايه يعني نيوتريشنست. دكتور التغذيه ماله كده هيوصل لك فايب ان انا تخين وبخس. حصل. صح. انا وصل لي فايب ان انت تخين وما بتخسش لانك اتجوزت بقالك كام شهر. شهرين وحته. خلاص ده الجاكيت لوحده مداري. ما هي قالت لي كده، قالت لي البسه عشان هيداري. هيداري كده. عندها وجهه نظر. الستات بعد ما انت اتجوزت مم. في كده جمله الستات كلها خاصه لما بتيجي تحمل تحمل تقول لك تحمل لا تولد يعني، بس مش لسه بدري. ما لسه بقى. وانا بقول لك هات لنا عايزين نفرح بحاجه. طب انا اسف. يا عم أنا مالي. انا قطعت الفلو. انا قطعت الفلو وجبرانيست وبصوا هيطلعني جاهل في الحلقه. انا اسف. عيب بعتذر كده. والله بعتذر. ليه الستات دايما كل ما تبتدي تحس بوجع الحمل وبتاع تقول لك هو ليه الرجاله ما بتخلفش؟ هو ده اوبشن؟ يعني انت مثلا تصدق عشان تصالح مراتك في وقت من الاوقات طب خلاص يا حبيبتي عندنا الطلعه دي. في بقى الاجدد شفتها في اختي ايه بقى؟ وهي في المستشفى بتولد، بتشاور على جوزها تقول له انت اللي عملت كده فيا. والله العظيم كانت بتتكلم المفروض. جد. كانت بتقول له طلقني وهي بتولد عشان هو اللي عمل كده فيها. ايوه هو المفروض ان ده الصح ان هو يعني. يديلها فلاش. اتفضلي دي على الكمبيوتر، هاتي العيل برينتر جوه. الاوبشن ده لو متاح لينا ان احنا نعمله هتعمله؟ هعمله لو اي حاجه متاحه ليا هعملها. انك تحمل مش ربنا هيخليها متاح يعني. لو متاح احمل، ما احملش ليه؟ والاعراض هقول بقى هو ليه والطلق. الستات ما بتخلي يعني. مش كانت المفروض الستات اللي تخلي؟ كنت هقول كده. هتجيبها فيهم. انا متجوز بقالي سنتين. انا جاي لك من ورا. ما تفهمنيش غلط يعني، جاي لك من زمان لا بدري يعني. فاهم. اسالك اسئله تقول لي ايه، قول لي او لا، مش حصل ولا ما حصلش. حاضر. عشان منى الشاذلي عامله اللعبه دي. عشان ما نقلدهاش. طب ما تجيب كارت واعمل كده وكده. مفيش انتاج. الحلقه دي جديده. الحلقه دي اللي هتندم ان انت عشان الجاكيت. عشان الجاكيت هموت من الحر. الجاكيت هموت. وهي قالت لك لازم تلبسه. ايوه. بس انت مش فاهم هو الجاكيت لايق ازاي وعامل ماتشنج مع لا يا ابني، ده بص مع الجزمه. خلاص. انت عارف بقى ده عشان انت متجوز. ما كنتش عارف ان عندي الجزمه دي. وحياه ربنا انت لو مش متجوز ما هتركز في حاجه. والله العظيم ده شغلها صح؟ كنت هاجي بالشبشب. والله شغلها. لما اتجوزت مراتك قالت لك انا عايز انزل الساعه 3 الفجر نتمشى ونرجع 7 الصبح؟ لا والله خالص. ما عندهاش الاوبشن ده. ما فيش. كانت بتعمله وهي مع بردانه. هي على طول بردانه. صيف هي شتاء بردانه. ما تديهاش جاكيت. هي حلو. ده جاي قيم. بص لا انا بجد، انا عشان متجوز جديد فمخدود شويه. هي على طول بردانه بجد. بطل تبص للجزمه. عديت مرحله الجاكيت والله لقيت الزفته اللي تحت. وبعدين لقيت الجزمه بس بقى عشان انا عامل البراند دي اعلان فمش النبي كلوز على الجزمه بتاعتي. ايوه علي بتاعته. طيب جيت قول انت. لا مش مهم طبعا. لا طز فيا خلاص. مهم والله. انت قلت لي بردانه. بس كنت بقول لك. انا اتجوزت فانا مخدود شويه بقالي شهرين. هي بجد من الناس اللي على طول صيف شتاء بردانه، حر برد انا بردانه. اوكي. وبعدين اللي هي يعني هي بردانه خلاص، احنا لازم كلنا نبرد، انا والكلب والبيت كله، كلنا العصافير كلنا نبرد. كلنا نقفل الشبابيك. ده موقف. وانا بسيبها تسيطر بصراحه. انت تسيبها تسيطر؟ اول مره اسمعها من راجل. مركز في شغلي. انت مكسل تسيطر. يعني هي تركز في البيت وانا اركز في الشغل عشان الامور تمشي. جت قالت لك في مره على اكله كلتها من ايديها وانت قلت تحفه وهي ما كانتش من ايديها. ايديها ايه؟ بردانه متخبيه ايديها. هي ما بتطبخش، هي ما بتعرفش تطبخ. ايوه.
ما بتعرفش تطبخ. طب وحماتها ايه؟ حماتها هي حماتك قصدي، انا اسف. حماتها انا لا حماتي بتطبخ كويس جدا. مش بيتشاركوا بقى الثقافات، لا. ما هي كانت اللينك كانت واقف، بردانة. بر الوالدين واقف في الحته دي. طب وانت دليفري كل ده والحاجات لا دي؟ انا بطبخ بقى، وانا اصلا كنت عايش لوحدي 10 سنين. صح. فانا اصلا انت بطبخ. طبخت لنا مره مكرونه عندك فاكر؟ في البيت. فاكر؟ واكلتها المره نسيت الفراخ. انت اكلت المكرونه سبت الفراخ. لا بس والفراخ أوكي. والفراخ. انا بطبخ وبحب الطبيخ. وماريو بيحب الاكل اللي انت بتطبخه؟ ماريو بيحب اي اكل، ارمي له اي حاجه ياكلها. اوكي. ماريو ده الكلب بتاعي، بس عشان الناس تستغرب من ماريو جت اللي قالت جاي لك- تعيش معاك انت ومراتك وبتاع. وضح ماريو ده الكلب بتاعي. تخيل شحيبر. بالظبط، يعني ايه ده؟ وهي بتحب شحيبر. ده مش معقول. طب جت في مره قالت لك وليد لازم نروح المشوار الفلاني، مم. وانت قلت لها حاضر يا حبيبتي، وانت لا طايق المشوار ولا طايق الناس ولا طايق أيوه. ده حصل؟ كتير. طب ليه ما قلتلاش لا مش هروح؟ ما انا قلت لك بص، انا ابويا قال لي حاجه في بدايه الجواز، قال لي يا ايه؟ قال لي يا تعيش وليد. اسد مبسوط، غير يا وليد وهو بينده لي طبعا. قال لي يا تعيش اسد مبسوط، لا يا اسد شجاع يا ارنب سعيد. فسر. بابا بقى ما حدش لا فسر يا باشا، ما ده مش باباك فاهم. انت تستحمله انا استحمله يعني ليه؟ يعني اللي انا فهمته يعني يا تعيش اسد بقى شجاع وتبقى انت بقى سيد الموقف وتقول لا او كده، ويا اما ارنب مبسوط، يعني عايزه مشوار يلا بس هترجع مبسوط. اوكي، فانت قررت قررت ابقى ارنب شجاع. يا حبيبي. اخد من يا او حبيبي. افهم بابا اكتر. اتكلم مع بابا افهم انت عايز إيه يا حاج. وليه امثله ليه دي يا يا بابا حاج؟ بتقول على طول دايركت ما اللي تحط أنت باباك عايزه. في بيئه تانية يقول لك امثال حلوه منها، يعني ننقله مثلا حته، يعني اصل هو ده معناه انه في مزرعه، في حاجه. عنده مزرعه. عنده مزرعه. يبقى هو اللي جايب لك الجاكيت. لا انا اللي جايبه. انتوا عيله غنيه بقى. جدا. بابا عنده مزرعه وانت عندك جاكيت. عندي جاكيت من اسبانيا. الحلقه دي بص يعني المونتير ايديها هتهنج، ايديها هتنمل وهو بيمنتج. لا ايوه سقعان. تعبان. طب قلت لمراتك مره وانت بتاكل كده، قلت لها حبيبتي ده انا اشيلها من بقي واديها لك؟ ايه القرف ده يا وليد؟ صح؟ ايه ده ليه؟ لا لا بدلها زي اللي انا باكله خلاص. حب. لا ده لا ما عملش. ده مش حب، ده ده مغص. قرف. ده قرف. ده قرف؟ اه. سجلت بنت عندك على الموبايل باسم ولد عشان خاطر لما تكلمك تكلمها قدام مراتك عادي؟ لا خالص. لا ما عملتش كده، ما بتخونش. مش ما بخونش، بكلم البنات اللي انا عايزهم عادي يعني، بس من غير خيانه، اصدقاء يعني اصحابي زي ما هم. كبرت على الخيانه متهيألي وهي ولا عادي؟ ايه؟ مش عارف. وهي عادي؟ يعني ما هو اصحابي اصحابها يعني فاميلي فريندز يعني. لا انا ما بتكلمش على الصحاب. انت قصدك كده يعني. لا انا بتكلم ما- في واحده امم ما بتكلمك بتقول لك وحشتني يا وليد، بقول لها انت عايز كمان وحشتيني أشوفك. والله. عايز اشوفك، بشوفها، وبتنزل ومراتك. باخد ريم معايا وننزل نشوفها. ايه المشكله؟ يا جماعه العلاقه ده هو انا إيه مش ده؟ بنزل يعني اصل انت قصدك بنقول بقى ان انت عايز تقول واحده بتتميص عليك. لا بتتميز خليك عليك. محدد. واحده لا. بتتميز لا عليك. انا خلقي ضيق. انت اصلا ما بتحبش تتميز. مش طالبه. انت لا بتتميز ولا بتسيطر ومكسل. انا راجل بشتغل وباجي لك وبتطبخ. اقعد معاك واستناك جوه ساعتين، تقعدني على كنبه بفضل قاعد مستني، كل شويه يجي لي واحد يقول لي 5 دقايق ويمشي. وليد هوريك حاجه وتقول لي بتفكرك بايه. في ايه يا وليد؟ مش هوريك حاجة، انت فهمت ايه؟ انت بتلف ليه؟ ايه ده؟ يا الله. دي بتفكرك بايه؟ دي بتفكرني بكل حاجه وحشه في حياتي والله. بعد ما اتجوزت على طول. لان آه. قبل ما اتجوزت اكيد ما تعرفهاش. ده بجد على فكره، والله بجد. بجد؟ والله. طب احكي لي على اول شيك، على اول ريسيت. مش اول ريسيت، انا هفهمك حاجه. انا من النوع يعني انت مديني تروما، فاهم؟ انت بتصحي تروما والله. خد بالك الحته اللي خليها قدام دي هقول لك على معلومه انت لسه دي ما عشان تعرفهاش. تقعد فيها لو تعبت وهي لا ماشيه. عشان البيبي. بجد لما تولد. انا بقعد انا فيها. لما انت اللي تولد. بص يا لما انا اللي اولد لو فتحوا الموضوع. بص احنا اول ما اتجوزنا لنا والقريم اكبر اخواتها، اوكي فهي ما عندهاش خبره مثلا الاخت الكبيره اللي اتجوزت فتاخد منها الخبره وبتاع وكده. ماشي. وانا اصغر اخواتي، واخواتي اتجوزوا وانا بيبي، يعني وانا في المدرسه. يا حبيبي انت كنت بيبي في يوم من الايام. انا كنت اتولدت بيبي بيقولوا يا حبيبي يعني. يا حبيبي. فروحنا بقى انا وهي السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر، وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس على أوكي. اللي جاي بدل ما انا جايب بلاش. قصه طويله كده مالكش قول عنوانه بقى عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على جنب ايه. البيت عندي على طول. فروحنا وبعدين بنشتري حاجه البيت. اوكي فهي ريم ما بتعملش حاجه غير ان هي بتقارن الاسعار. ماشي. مش مهم الكواليتي، مش مهم ده مصري مش مصري. هي قالوا لها ست البيت الشاطره اللي تحافظ على فلوس جوزها. ايوه. فيعني انت هتجيب حاجات هتفضل في الثلاجه بالشهور، انت مش عارف دي بتعمل ايه. بس انت وفرت بس انت هتجيبها. انت حجزت. اول شيك بجد عايز تعرف كان كام؟ انا عايز اعرف اول. ممكن اوريك المسج اللي والله، هو بس ده. انا مثبتها دي. وريني المسج اقراها لي. لا مسج البنك. اقراها لي وانت معاك تليفونين وجاكيت تقرا. اقرا لك ايه؟ يلا يا باشا. مهم عشان ما نقولش اسم البنك. مش هتطلع في الكاميرا اسم البنك بجد؟ والله ما هيطلع. بعد اذنكم ما تجيبوش اسم البنك. احنا بقى لنا شهرين، اوكي. فالحاجه دي جت يعني اللي هي حاجه اسبوعين مش شهر.
لان احنا كنا مسافرين شهر العسل. دي حاجه اسبوعين بس. حاجه اسبوعين، مش الحاجه بقى موجوده، بس تم خصم كام بقى؟ شكرا لاستخدامكم بطاقه بنك كذا، تمام كده، ماشي. تم خصم مبلغ 15000 جنيه 464. انتوا ما كنتوش لسه جبتوا الشاشه؟ احنا ما كناش لسه يعني فاهم، ما كناش لسه دخلنا البيت حتى. ده اللي هو احنا رجعنا من شهر 15000 العسل. دول ايه؟ حاجه الثلاجه. جبتوا ده غير ثمن الثلاجه؟ انا كنت فاكر ان هي كانت بتوفر. بتهزر والله العظيم. وبعدين بتجيب صوصات، هي بتجيب صوصات كتير قوي، انا ما اعرفش ليه، انا طول عمري يا كاتشب يا مايونيز. لا اكتشفت ان في حاجات تشيلي وحاجات باربيكيو وحاجات سويت تشيلي وحاجات تشيلي ماسترد وماسترد. الماسترد ده مجلد. عايز اقول لك ان ده فكر اليهود. اه دخلوه وسطينا هي بقى عشان يعملوا، وهي تبنته. هي تبنته في بيتنا. هي ما كانتش سقعانه اليوم ده. كانتش بردانه بقى في الحاجات دي، ما بتبقى انا اللي ببرد، انا اللي بحس ان الدنيا بردت مع الحساب. والله انا كنت وانا عايش لوحدي، والله مش مبالغه، ممكن طول الشهر مثلا اكل ب 2000 3، لان معظم الاحيان عند اختي عند بابا عندك. الحاجات دي كفتكم اسبوعين ولا اكتر؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. 15000 جنيه. انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. اه انا اللي بتطلع لي الحاجه عارف زي العهده. خد امشي. انت عارف انا مع مراتي لما بندخل السوبر ماركت اللي هو مش هينفع نقول اسمه عشان خاطر لحد ما الانتاج الحته اللي انت قلتها بالظبط ناخدها هنا نكررها ويدفع لك. السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس. لما بدخل مع مراتي وتبتدي تلف هي على الحاجات انا ببقى ماشي وراها بالبتاعه دي بس الكبيره بقى. احنا بنروح ليه؟ بنروح ليه؟ بجد علشان ما دي بعجل، علشان الريسيت. طب ما تدي لها الكارت. هترجع من غيره. لا انا مدي لها الكارت، لا بس انت لازم تيجي تزق البتاع. لا ما عشان بص هقول لك على حركه ذكيه، هي بتعدي جنب الحاجات بتنسى فكره ان هي المفروض بتدور على حاجه هي عايزاها، فبتفتكر ان الحاجات اللي محطوطه احنا لازم ناخد منها. لا انا عندي ريم بتطلع هوك كده وهي ماشيه هتطلع انا بعمل ايه بقى؟ بعمل بتاع كده بالظبط على الارض بقى اللي يجي فتنزل على الارض نوصل على الراجل ان حاجتين انت بقالك سنتين ها؟ انت بقالك شهرين. شهرين واسبوع. اسالك شويه اسئله. اتفضل. بس اسئله سريعه. اتفضل. عايز 5 ثواني 3 ثواني. خلاص يا وليد حاضر. ايه على الجاكيت عشان تعرف تتكلم عشان حاسس الجاكيت طبعا. هموت. غسلت المواعين قبل كده؟ مين اللي خد النقطه؟ سافرنا بيها. انت خدتها وعملت ان هي فلوسكم انتوا الاثنين ان انا موديك شهر عسل. مراتك نكديه؟ لا. نكدت عليك قبل كده 3 ايام وبعدين اكتشفت ان السبب انها غيرت لون الهارد جيل وانت ما خدتش بالك؟ يعني ايه هارد جيل؟ انا صح. انا صح. والله العظيم انا مراتي مبلياني السؤال ده. ايه الهارد جيل ده؟ قلت لها ايه الهارد جيل ده؟ قالت لي هو كل الناس عارفه ايه الهارد جيل. ايه الهارد جيل؟ لون ضافرها. ده اسمه هارد جيل؟ مش كان اسمه اكريليك يا ابني؟ ده 2002. لا ما نكدتش، لان هي بس انا عندي هي فاقده الامل في الموضوع ده، يعني عارفه ان هي اصلا اكيد صوابعها مش تحتاج. انا ما اعرفش ان عندها صوابع اصلا. اكلها حلو؟ لا. ما بتعرفش تطبخ؟ قالت لك انا ولا القهوه؟ لا هي بتشرب قهوه معايا، قالت لي انا والقهوه. انا قالت لك انا ولا الشغل؟ لا قالت لك انا ولا البلاي ستيشن؟ لا. انت ما بتلعبش اصلا بلاي ستيشن؟ لا. اوكي. بيقولوا ان تجار الحشيش في شمال المغرب منعوا ان هم يدوا حشيش للبعده، اخواتنا البعده، عشان الحرب على غزه. ده عقاب قاسي جدا. ايه رايك في الموقف ده؟ عقاب قاسي. الناس عندها مبدا كده هياخدوه من حته ثانيه. ازاي؟ هينفعوا بلد ثانيه. مش معقول. سمعت طبعا عن الفود بلوجرز. حلوين والله. حلوين؟ طب الفود بلوجر بيعمل ايه؟ بص انا ماشي بمبدا ان كل الناس حلوه قدام الكاميرا، المخرج يقول كات هشتمهم كلهم. هو ازاي انت بتبقى معاك منتج انت بتروح في اي حته بتشوفه عادي؟ ازاي هو لما بيجي يشتغل عليه بيخليك سحر؟ عشان بيبقى واخد فلوس كتير. عندي حته كاب كيك باقيه مني هاتها والنبي. اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ اوعى تاكلها. 5 حاجات لو ما عملتهمش اعرف ان ذنوبك منهك، ان انت تاكل الكاب كيك دي، ان انت تتصور جنب الكاب كيك دي، ان انت تصورني وانا متصور جنب الكيك، واعمل منشن ل5 اصحابك. طب انا هقول لك على حاجه، انت عارف ان دول هنرجعهم؟ طبعا ده بلاستيك. مش لما ناكلهم هنرجعهم. وليد خد حته الكاب كيك دي واعمل لها اعلان. ده عيش ايه ده؟ بص اصل الموضوع سهل قوي، انت عايز اعلان هروح اسالك انا عايزه فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك؟ اوكي. ده عشان تقول لي البادجت بتاعتك. وعلى البادجت هنشوف المنتج ايه. عايزه انستجرام. انستجرام سهله خالص والله. سهله خالص. انت هو كاميرا رولينج. هو احنا بنعمل معكم منى الشاذلي يا ابني بقى شغالين. والله منى الشاذلي كانت بتقطع بقى. يلا ما علينا. بص يلا. فين الكاميرا؟ دي كاميرتي. دي كاميرتي. بص سهله خالص، انت عشان تعمل اي اعلان لاي منتج في اكل بتبدا كده عادي خالص، وبعدين تروح عامل ما ينفع هم عندك مونتير؟ عندي مونتير. يعني انت هتجيب الطبق فاضي، وتعمل كده وفجاه يبقى الطبق ده في ايدك. جنب قطايه سهله خالص. اوكي. حلو كده. كأني ابهار لسه. ابهار. ولو الحاجه يعني حاجه منتشره هتقول صلى على النبي اخواتي تعالوا النهارده افرجكم احلى كب كيك. لو الحاجه ايه كلاس وبتاع والناس اللي هي بره، النهارده هوريكم حاجات مهمه جدا لو ما عملتوهاش بجد يبقى فايتكم نص عمركم. جامد. خلاص ماشي. اللي باقي كله مش مهم. ايه ده؟
والله العظيم 3. المنتج نفسه الكواليتي. انت لما تدوق هو حد هيدوق في بقك؟ لا. انت ممكن تكون بتاكل سندوتش طعميه وبقك شغال فيه والمنتج قدامك. طب انا مره شفت فود بلوجر بيدوق المنتج والمنتج كامل، نسي والله العظيم، والله هبعت لك الفيديو، ويطلع يقول لك يستحق ولا لا يستحق عشان ما يبانش ان هو واخد فلوسه اعلان. طب المصداقيه فين؟ في البادجت. مش الراجل صدق واداله فلوسه؟ لما اشوف وليد مثلا بيعمل منتج، بيعمل اعلان لمنتج آه. انا اصلا سمعته زي الزفت، اه طب ما انا كده الراجل ده هيفقد مصداقيته بالنسبه لي، آه. وهفهم انه قابض عشان بيتكلم. لا انت كده كده هتفهم ان هو قابض عشان كده بكام. أوكي. يعني انت لو جالك اي منتج عشان تعمل له اعلان، انت هتعمله ببلاش ولا عشان قابض؟ عشان قابض. بس خلاص، ما نختصر على الناس. طيب ما نختصر على الناس، ما بلاش وجع دماغ. ما انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان انا واخد فلوس. ما نختصر، المهم ان انت بس يبقى الناس عارفاك بقى، ان انت ما تبقاش شخص منافق، ما تبقاش انت شخص حرامي، يعني أوكي. تبقى انت عندك ستاندرد معين ما بتنزلش من عليه. يبقى عندي ستاند ما يعني بنزلش من بجد عليه. انا دايما بقول ان سمعتك فيما سبق هي اللي هتخلي الناس تصدقك، لان خلاص انت اي حاجه هتعملها صح، ده المنتج بتكلم ده فيه. انت واخد فلوسه، اه الا لو حد قريبك بتجامله. بس انت واخد فلوسه وخلاص عشان خاطر سمعتك اللي فاتت اه انت محافظ عليها فالناس مصدقاك. فانت ترفض بقى، فانت ترفض الحاجه بالظبط، الوحشه. هي دي اللي عايز اوصلها. بالظبط. اوكي، طب جرب كل حته من الكيك ده لا انا و- مش هاكل سكر. وهي وحشه جدا، يعني انت تخنت كل ده جاي هنا اللي هي دي اللي ما انا تخنت لحمه. ايه تخنت؟ لا يعني عايزني ادوق هات لي لحمه. سوسيس جوه. ايوه عندي، هات لي لكن سوسيس مش يعني. هاكل سكريات انا وكيك وكده، مش هينفع. انت جبناش تهزقنا، انت اصلا مش دافع في اللقاء ده. انت جاي تاكلني وتقعدني جنب عربيه في ايه يا وليد؟ ما تخليني ساكت. معلش انا اسف، المخرج سامعني؟ اسالك سؤال بجد. اتفضل. لا بجد هتحاول تصدقني يعني. خلاص. انت زعلت ان انا ما اكلتش اكل؟ لا هزعل ليه؟ انا اول مره اشوف حد يزعل ما اكلتش. في طياره. ولادي بيتدربوا. عندك مشاكل مع الصوره؟ مش حاسك احول هنا. احول؟ طب وهنا؟ لا ايه الحاجه اللي لو حصلت لوليد مصطفى هيعيط من الفرحه الفتره دي؟ هيعيط من الفرحه. اي نجاح في الشغل بصراحه دلوقتي انا فرحتي بقت مربوطه بالشغل، ما اعرفش ليه مؤخرا، بس كل حاجه انا عايزها الحمد لله عملتها بجد. اصل انا سهل الارضاء قوي يا وليد والله. انت عارف ان دي نعمه مش عند حد كتير انا يعني. بص ترضيني باي حاجه، يعني انا سهل الارضاء جدا جدا. ده اسمه رضا، يعني يا ريت نتعلم عنه حاجه. الحمد لله. تمام. الحمد لله، تعلم الرضا. عشان ما فيش انا اعرف واحد هنا كل يوم يشتكي لي من الدنيا. او في من الناس دي كتير قوي مؤخرا، بس بصراحه الناس دي معذوره لان الدنيا صعبه، ففكره الناس اللي بتشتكي على طول موجوده، انا اعذرهم بس انا ما بحوطهمش بيا. بس خد بالك الشكوى بتخليك مكانك. اه انت لو فكرت انك ترضى بس هتلاقي الدنيا بتتحرك معاك. صح. هي دي اللي انا عايز اوصل لها. بس انا معاك، بس مش كل الناس زيك يا وليد، مش كل- ممثلين وبياخدوا صعبة. بالالافات والملايين. ملايين. مثلوا ويطلعوا مع يسرا ومع احمد هلال ويكتبوا اه مسلسلات. اه مش كل، يعني انت لازم تراعي ان في ناس وعندهم بتحاول، فيلا في بتستوعب. المعادي الجديده، فيلا. ومعاهم عربيه موديل السنه. مين دول؟ مين دول؟ انا عايز اعرف معاهم مين دول. ماريو، معاهم كلب بيصرف بيجيب له هوت دوج. بياكل بواقي الاكل. الكلب مين ده بياكل باكل؟ انت عملت مكرونه بالفراخ، اكلتني المكرونه واديته الفراخ. ماريو. ما هي دي كانت البواقي. انت دي البواقي بالنسبه لك؟ دي بنتعشى بيها عندنا في البيت يا ابني. ده الحلقه طيب. دي المونتير عارف هيجي له شلل في ايده دي. المونتير عارف هيجيله شلل فيه. طب حققت كام من 10 في حياتك من اول ما اتولدت لحد دلوقتي؟ من اللي انا عايزه من يعني اهدافك واحلامك. 7. نعرف واحد حقق -7. انت مش لابس دبله ليه؟ ما انا نزلت فيديو الفرح وجاب 2-3 مليون فيو، فخلاص اللي عارفني عارف ان انا اتجوزت. إيه هلبسها ليه بقى؟ عشان خاطر دي بتعبر عن ارتباطك بمراتك. عشان انا في كونتنت ساعات بعمله في برنامجي بتاع فضفضه ده، ان انا اصلا سنجل، فما ينفعش اكون بعمل فيديو ان انا سنجل ولابس بدبله، يعني غباء قوي يعني وبعدين ما حافظ. بحبش الناس تعرف الفيديو ده جديد ولا قديم. بس انت كده بتحافظ على جمهورك من البنات اللي لكن- بتماركت لهم ان انت لا، سنجل. ده كونتنت. ما في ناس ممكن تشغل لك عشان خاطر عندها استعداد ان انت تبقى الاكس بتاعها. يا ربنا يوفقها، ده يا ربنا يكتر من امثالها. مش انا مبسوط ومراتي في البيت مبسوطه ومالناش دعوه بحد. انت قلت لي ان مراتك ما بتعرفش تطبخ، اه وقلت لي ان حماتك بتعرف تطبخ. جدا. طب وانت جاي تطلب ايد مراتك، اه كان ايه رد فعل حماتك؟ وافقت ولا خدتك بقى القعده بتاعت لا انا حماتي بقى بص طيبه جدا، طيبه موت. انت معاك نمرتها ولا ايه؟ لا انت هتكلمها انا ولا عايز إيه؟ اعرف. بس انت بتبص لي بقى. لا انا حماتي عسل. اوكي. حماتي عسل ودمها خفيف خالص ولايت وتحفه. أوكي. انت بتكلم مين يا وليد؟ انا عايز اكلم حد كده. اشوف وريني. لا ده حد كان شاهد على كده. ارتباطك. ارتباطي انا؟ اه مين؟ ما تقوليش كده مين، اما اشوف هعرف من الصوت ولا لا. الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا طنط عامله ايه؟ وليد ابو المجد معاكي. عيب إيه؟ كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الهبل أهلاً ده؟ وسهلا بيكي. انت عرفت صوت مين معانا؟ لا. وليد مصطفى معانا. عارفه وليد مصطفى؟ لا يا مش سلام. طبعا ده حبيبي. ايه ده انت جبت النمره ازاي؟ انت عرفت لا ده الصوت؟ حوار. انت عرفت الصوت ولا انت توقعت؟ ماشي ايه يا طنط بنوزع نمرنا ولا ايه؟ ليه كلامي معاك لما ارجع؟ جبت النمره ازاي؟ انا عايز اقول لك ايه الهبل ده؟ انا عايز اقول لك ان وليد من شويه انت جبت قال ان مراتي ما بتعرفش تطبخ خالص. بالاماره كنا لسه بنتغدى عندك دلوقتي. لا ده يعني دي مره بس كده بعد جوازك ولا حاجه. بس هي امال بياكل منين كل يوم يعني؟ بياكل منين كل يوم؟ ما هي حبيبته اللي بتطبخ طبعا. والله هي العظيم مفهماكوا كده؟ وحياة ربنا قال العكس كده من شويه. ده طلع مسج فيها الريسيت ابو 15000 جنيه و644 و644. اللي هو ايه بقى؟ الريسيت اللي ريم راحت جابت حاجات فيه من الماركت انت جبت ب 15000 جنيه. لا يا راجل. او حياة ربنا ده حافظهم. ده مسيف المسج. انا تعبان قوي يا طنط. لا والدي بيحفظ كل حاجه الحقيقه ما شاء الله عليه وما بينساش حاجه وكده يعني. طنط انت نمرتك دي جابوها ازاي؟ مش عارف. هموت. لا انت عارفه. ما فيش طبعا، مش هنقول له حاجه تاريكي طبعا. بتسربينا النهارده واحنا عندك وبتقولي لها انزلي معايا روحي التصوير. لا ما اعرفش حاجه خالص صدقني. ايوه انا عارف. لا صدقني دي انا عارفها. والله شكلك طيبه. انا مستغرب انتوا نسيبتوه ازاي. بس وليد حبيبي لا ما تغلطش في وليد. وليد حبيبك عشان اسم وليد حلو. اديله يا عامة. طنط على وليد. وشه. حبيبي. طب بامانه اسمائكم حلوه انتوا الاثنين. انت عارف انا دلوقتي شاكك ان هي دي؟ وريني كده. طب الحقي ده بيقول لي انا شاكك لا ان انا هي شاكك. دي. انت جبت النمره ازاي؟ قولي الو كده يا طنط تاني. الو. ثواني يا طنط مذيعه. اديني اماره. ايه يا وليد؟ لا دي مش هي مستحيل. لا مستحيل. اول ما وليد جه يطلب ريم لا مستحيل تبقى كان هي. الرياكشن ايه؟ هكلمها اشوفها وتجي ولا لا. والله بص انا بارانويد. عشان احنا طبعا الرياكشن كنتوا مبسوطين ولا حاسين اللي هو ايه امرنا لله، ولا كان جايب الجاكيت؟ جاكيت ايه؟ هو لابس جاكيت عمال يقول انا جايبه من بره وحاطط موبايلين جنبه اسألها كده لونه يعني راجل تاجر خرده قاعد بقول لك ايه؟ معاه. قول لها لونه ايه كده. الجاكيت اللذيذ بتاعه ده انا بحبه قوي. عاجبني قوي النهارده. انا بقول له عامل زي الخروف عادي. لا تبقى هي. التهريج ده. حبيبتي يا طنط هنشوف قصه لا، نمرتك دي. طبعاً. هنغير لك نمرك يا بس طنط. احنا طبعا اتخضينا طبعا في الاول اتخضيتوا من شكله. من جمدان انا داخل بنور اصلا. من الهايبره بتاعته. اوكي هو وليد مهايبر طبعا انت عارف. ده حقيقي. بنت يا ريم. بس هو جميل حبيبي. ريم حبيبتي يا طنط والله للاسف هو جميل فعلا للاسف يعني. الارنبيط للأسف. النهارده كان يجنن. للاسف بقى. بيقول لك الارنبيط النهارده كان يجنن. ايه رايك؟ كان تحفه. كنت جيت معاه انت كمان يا وليد والله لو اعرف كده كنت. ما متعوده بقى ملحوقه. يلا بينا. انت جبت النمره منين؟ انا هموت واعرف. والله نورتينا يا طنط. احنا قلنا ناخد منك شهاده حق بس في وقت حبيبتي يا طنط يا رافعه راسنا. حبيبي ميرسي انا اتشرفت بيكم جدا. ميرسي ليكي. سلام لريم وقولي لها بقى انه قال عليها كده تمام ومش لا لابس يعني. الدبله. لا هي عارفة. الدبله معاها. ماشي يا طنط. هموت ميرسي واعرف جدا. جبت النمره ميرسي منين. جدا ده ميرسي دخلتني يا معاكم عيني. وميرسي يا وليد كمان. وليد حبيب قلبي. حبيبتي يا طنط والله ربنا يخليكي. هنشوف قصه نمرتك دي يا ماشي، طنط باي لما ميرسي يا وليد. ولا انت جبت النمره منين؟ استحاله. وليد انا اتبسطت جدا معاك. الله يخليك. انا وحياة- شفت حلقتي وحياة ربنا من اول ما قررت اعمل اللعيب كده قلت وليد مصطفى انا عايز وليد والله معايا. العظيم. يعني انا اسف على التاخير لو اتاخرت عليك. الساعتين اللي احنا كان نفسي اجي لك باستامينا اعلى. انا والله بجد بس، وليد فرحان أنا أكتر. إن شاء الله ربنا بمسيرتك يوفقك. وفرحان بالجاكيت. عندي جملتين عايز اقولهم كده بقولهم دايما في يلا. اخر اي برنامج لحد ما يلا أوصل. اعمل ان كده. شاء الله تبقى فتحه خير عليك ان شاء الله ويبقى برنامج كبير وحلو ليك وتبقى نقله حلوه جدا ليك ونشوفك في حتت زي دي واحسن وتحقق كل اللي نفسك فيها يا وليد يا ابن بطني. ابن بطن دي يا بوظت ابن يا ابن ابو المجد. يا ابن الناس الحلو يا ابن ابو المجد. يا ابن ابو المجد. ايوه. شكرا جدا وليد مصطفى. حد يقول كت بسرعه. حد يقول كت بسرعه. مفيش حد هو مفيش مخرج.